كل ما تفتح حاجه او تشيل حاجه كوعك يبدا يولع. خلي بالك يا صديقي، انت ممكن يكون عندك التهاب مرفق التنس او التنس البو. وقبل ما تستعجل، التهاب مرفق التنس مش بس بيحصل للي بيلعبوا تنس، ممكن يحصل لناس كتيره جدا، وبيحصل المهندسين او اي حد عامله مكتبيه او بيكتب على كمبيوتر. الاوتار كلها اللي جايه من الريست هنا معديه على الكوع، وبتبدا تمسك في حته اسمها الكومون اكستنسور تندون، ودي حته بيكون عليها شد كبير قوي، بتبدا تعمل لي التهابات مرفق التنس. نصيحه وتمرين هبدا اقولها لك هتودي لك الالم ده ان شاء الله بنسبه كبيره جدا. النصيحه هقول لك تجنب ان انت تفرد دراعك لحد الاخر او تتني دراعك لحد الاخر، لان ده بيحمل جامد على التنس. التمرين الاول هنقعد بالشكل ده ونعمل استرتش للعضلات بتاعت الساعد من فوق بالشكل ده. طبيعي احس بشد في عضلات الكوع او الم بسيط في الكوع ما يتعداش الواحد من 10. بثبت في هذه الوضعيه لمده 30 ثانيه واكرره 5 مرات يوميا، ودي خطوه اساسيه مهمه جدا في علاج التهابات مرفق التنس. وطبعا ده جزء بسيط من برنامج علاجي كبير جدا بنبدا نعمله للمرضى عندنا، مكون من اجهزه وعلاج يدوي وتمرينات علاجيه. ودايما خليك عارف ان في ماسل كلينيك علاجك